في جامعة اسطنبول. وفي فترة قصيرة من وجودها في الجامعة عرفت بشخصيتها العنيدة وعدم الاقتناع بالاتفاق مع قواعد وقوانين النظام الحالي. الحياة التي يمليها النظام ليست متروكة لها ولا تعيرها أي انتباه. في تلك الأيام على الرغم من أنها لا تتمتع بالمعرفة القوية إلا أنها تظهر في ملابسها وحياتها وعلاقاتها على شكل فريد وتسمى بالمتبردة في الجامعة. بيريدان التي لم تقبل أبدا بحياة عادية دون أهداف واضحة كتبت إلى صديقتها في مذكراتها أثناء المدرسة الثانوية: ستعرفينني في الهوية بهذا الشكل، ولكن هل سيكون ذلك كافيا لتفهميني؟ هل سيعرف عاملا في فيتنام مدى حبي للون الأخضر؟ هل ستعرف النساء في نيكاراغو أنني أقضي ساعات طويلة أشاهد السماء؟ وهل سيعرف الأطفال الذين يعملون في تلميع الأحذية كيف أنني أحب الكتب والقصائد؟ لم تقبل بمعايير الحياة العادية في ذلك العمر، وأشارت إلى أنها ستصبح واحدة من الرموز السامية لهوية المرأة الحرة. من أكثر السمات المميزة لجولناس خلال سنوات دراستها هو شغفها بالرياضة، وفي المدرسة كانت قائدة لفريق كرة اليد، وكانت رياضتها المفضلة هي تنس الطاولة، كما أنها كانت مهتمة بالمسرح حيث شاركت في بعض المسرحيات في المدرسة. على الرغم أنه كان في العزيزة يعتبر ذهاب الفتاة للسينما والمسرح أمرا مخجلا، لكنها كانت تجمع صديقاتها وتذهب إلى المسرح. كانت أيضا مهتمة بالرسم، كانت تفضل الرسم بالقلم، كان اهتمامها بالشعر قويا جدا أيضا. كانت معجبة كثيرا بالشاعر التركي ناظم حكمت، ولأنها معجبة بأمريكا اللاتينية متأثرة بالشاعر بابلو نيرودا. أيضا عاشت جولناس كقصيدة طول حياتها. تعرفت على حزب العمال الكردستاني درست لأني أزمون بطالب من ديندا قبلي. جولناس خرجتاش لسال 1918 ناوى تهجر آزادية جالي كردستان دبن. پشتی بریار تبلیغون هی گلناز خرطاش جبنا پرورده سرطایی گلناز خرطاش ده. أكاديمية الله يشتري تاني من فترة أنا كمرات خمسة أطفال حضران من كتير عمر پرورده كان وخش پرورده كي بي أكاديمية أول كون هستي كده ترك معتدي